الجو من ساعة ما دخلت. حسيت ان كل ما بيحصل زحمة بيبقى فيه نوع من الاحتكاك او التدافع، فقلت لا انا مش مستريحة للوضع، انا احسن امشي. بس انا في صديقة ليا عند ناحية عمر مكرم، فانا هحاول اروح اشوفها. فكنت موجودة ناحية السور اللي هو خلفه هارديز، في دخول عربية الإسعاف من ناحية القصر العيني، وفي شباب واقفين على السور بيقولوا وسعوا للعربية. فأنا بدل ما أوسع ناحية السور، وده اللي كان هيبقى تصرفي التلقائي عشان أحمي نفسي، اتجهت ناحية الجزيرة الصينية اللي في النص على أساس إن أنا هروح عمر مكرم. فهناك كان الامور بتبقى فوضى شويه، اما بيبقى كمان العدد في الميدان كبير ومزدحم على اخره بيكون في فوضى، فحصل نوع من الاحتكاك. فانا عاده بزعق، يعني انا ما بسكتش على حاجه زي كده. فواضح ان هم التقطوا الخيط ان انا لوحدي. وابتدى يحصل مشاده ما بيني وما بين واحد، بقول له ما يصحش تزقه وما اعرفش ايه. فلقيت في مجموعه من البنات حوطتني وخدوني معاهم وبعدوني. واضح ان المجموعه دي مجموعه مدربه، ومجموعه استشعرت خطر ما انا ما كنتش شايفاه. كويس. انا ما كنتش شايفاه خالص. المسألة ما خدتش ثواني ان انا من وسط هذه المجموعة من البنات اللي كانت عاملة دايرة محكمة جدا حواليا، اتشديت من وسطهم بعنف جدا مع عدد كبير من الاشخاص. لا قادرة افتكر اشكال طبعا في هذه اللحظة بالمرة، هي كتلة بشرية، يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي masses of people. انا مش قادرة اعرف ولا اميز اي حاجة خالص. اتشديت من وسطهم لغاية السور اللي هو بتاع هارديز مرة اخرى. دي مسافة يعني ما هي مسافة يعني. أنا يعني في ده وراجع تاني لنفس الاتجاه لعربية الإسعاف. المسألة في تقديري أنا طبعا ما كنتش في كامل وعي، خدت حوالي 30 ل 45 دقيقة اعتداء متواصل وضرب وشد شعر ومحاولة خنق، يعني محاولة خنق، لأن أنا زي ياسمين حتى كده عادة لابسة إشارب، فاتشديت من الإشارب في لحظة من اللحظات. ما كانش هاممني حتى اللي بيجرى لي قد ما هاممني إنه، أو مش هاممني، يعني شايفة إن الموت جاي، إن أنا ممكن أروح فعلا في القصة دي. مش عايزه اخش في تفاصيل تانية سخيفه، لكن انا ما بداتش استشعر بشيء من الاطمئنان غير ما دخلت العربيه اللي طمني للدكتور. لا، مش من الحقيقه التفاصيل السخيفه. بس دكتوره منال كملي بقى. صحيح، يعني ما انت لازم تحكي علشان يبان هم، يعني حتى لو كان ده متعب بالنسبه لك. معلش، اللي اقدر اقوله انه انا في ثواني ساعه ما اتشديت منهم، انا كان ابتدى اعتداء، ابتدى تجريدي من ملابسي كلها بشكل بشع جدا. كم من الايدين مش عارفه، انا كنت حاسه ان ايديا الاثنين مش كفايه عشان اقدر اصد ده كله. زائد ان كان في انا كنت حريصه ان انا ما انزلش على الارض، لان كنت خايفه ان انا لو وقعت على الارض ان هتكون نهايتي، يا اما حداس يا اما هتبقى المساله هتتحول الى اغتصاب كامل. كان المرعب او جزء من الرعب اللي في الموضوع، طبعا هو واضح ان هو مش بس مخطط او مدبر، لا ده كمان معمول له بروفا، يعني اكاد اجزم ان معمول له بروفا. ان انا في خلال المده دي كلها انا ما سمعتش ولا لفظ خارج ولا لفظ جارح. هو كل الرسائل اللي خارجه من هذه المجموعه بتحاول توحي ليا او للاخرين ان هم بيساعدوني. لا يا جدع، مش كده يا جدع، حرام عليك، دي زي اختك، دي يعني هذه المفردات هي اللي كانت بتتردد، مفيش اي مفردات تانية خالص. فده طبعا برجلني، حتى في الاخر اما حاول بعض الاشخاص انقاذي، انا ما كنتش عارفه مين اللي عايز ينقذني ومين اللي كان بيكمل التحرش معاهم، يعني انا ما كنتش واعيه لده. تاني يوم انا قريت جانب من القصه ما كنتش شفته، لان في واحد صحفي في ايجيبت اندبندنت، اللي هي مش عارفه صح اقول ولا لا، اللي هي الموقع الانجليزي بتاع المصري اليوم، حكى القصه. هو صحفي اجنبي وانا حاولت اوصل له الحقيقه، بس هو ما كانش عنده شيء يقوله. هو نقل القصه على لسان واحده من اوبريشن انتي هاراسمنت، او اللي هي المجموعه المضاده للتحرش، شافت الواقعه كلها، وعلى حد قولها انه اللي انقذني ان في مجموعه من الرجال قلعوا حزمتهم وابتدوا يضربوا في الحشد المهول اللي كان حواليا ده، فقدروا يفرقوا جزء منه، وقدروا ان هم بمساعده الدكتور انه يودوني لغايه عربيه الاسعاف. عندك اسئله كتير طبعا. عندي تعليق مش اسئله، يعني هي عندي هي بس برضو ما حكيتش، يعني في جزء تفصيلي كده برضو ما حكيتوش، يعني نوع التحرش بالظبط. يعني هم ايديهم يعني وصابعهم كانت في كل جزء في جسمي، يعني ايديهم وصابعهم كانت في كل جزء في جسمي، مش قادره اقول اكتر من كده. بس يعني ومزقوا الهدوم كلها. انا وصلت المستشفى من غير بنطلون.
يعني كان لهذه الدرجه يعني. كانت